إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن الله تعالى أمر عباده بأداء الأمانة والمحافظة عليها واجتناب خيانتها، فقال جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومدح الله المحافظين على أمانتهم والمراعين لها حق الرعاية، ووعدهم بالفلاح والفوز بجنات النعيم. فقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال سبحانه: أولئك في جنات مكرمون. ولما كانت الخيانة نقصا عظيما في الإيمان، نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الخائن، فكان يقول في خطبته: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. لذلك لم يكن عجبا أن تكون خيانة الأمانة من أمارات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكفى بهذا الوصف تحذيرا وتنفيرا. عباد الله، إن الموظف إذا أضاع أمانته فأهدر الوقت وأكل الرشوة وسرق المال العام وتربح بالوظيفة واستغلها بغير وجه حق، تعطلت المصالح وتأخرت عجلة التنمية، وبان الخلل في المشاريع وتعسرت حياة الناس، وضاعت الحقوق، وبان الفساد في شتى المجالات كالصحة والتعليم والقضاء والتوظيف. لذا كان الفساد الإداري والمالي من أشد أنواع الفساد لعموم ضرره وشدة خطره. وديننا الحنيف جاء بتحريم الفساد كله، فنهى عن الشرك والبدع والمعاصي، ونهى عن الخيانة في العقود، ونهى عن الاعتداء على المال العام والخاص. قال جل وعلا ناهيا عن الفساد كله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى ناهيا عن الرشوة وعن الغلول:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه الترمذي وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. وأما حين يؤدي الموظف أمانته فيقوم بواجبه خير قيام ويراقب الله تعالى قبل كل شيء فلا تمتد يده إلى حرام ويرعى مال الدولة كما يرعى مال نفسه، فإن ذلك ينعكس بركة في حياته وأهله وماله. ثم يظهر أثر الأمانة والنزاهة حين تكون سلوكا عاما يتخلق به الأكثرية في سرعة قضاء حاجات الناس على أكمل الوجوه وتحقيق أهداف التنمية، وفي نهضة البلاد واستمرار رخائها وازدهارها واغتباط أهلها بهم وهم يعيشون في بلد آمن مطمئن سعيد. نسأل الله أن نكون كذلك وسائر بلاد المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن من يرتدع عن أكل المال العام بغير حق خوفا من عقاب الدولة هم في الغالب أكثر ممن يرتدع عنها خوفا من الله. لذلك فإن من وسائل تخفيف الفساد المالي والإداري هو الإبلاغ عمن هذا شأنه، فإن الإبلاغ عنهم من التعاون على البر والتقوى، كما أن السكوت عنهم من غير عذر هو من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.